السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة زراعة بسيطة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة زراعة التوم بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي احنا كنا نزلناها لكم قبل كده. دي طريقة عن طريقة تجزير التوم في المية. كل اللي احنا محتاجينه كوباية فيها مية وبنحط فيها التوم بالطريقة دي. طبعا مش لازم ننزله للآخر عشان ما يحصلش عفونة للتوم كله. بننزل الجزء اللي فيه الجذور فقط عشان والجزء التاني بيطلع منه النموات الخضرية. بنسيبها حوالي اسبوعين، وبعد الاسبوعين بيكون ده شكلها اهوت ما شاء الله بدأ يطلع النموات خضرية جديدة. بعد كده بنفصص كل فصل لوحده عشان يتم زراعته. الطريقة دي طبعا طريقة لو احنا هنزرع التوم في البيت او في السيس هتكون افضل من ان احنا نزرعه في الارض الدايمة او لو احنا هنزرع كمية كبيرة، لانها بتاخد وقت ومجهود. لكنها طريقة سريعة لتجزير التوم بطريقة اسرع، ونسبة الانبات بتكون اعلى بالطريقة دي. بعد ما فصصنا التوم اهو زي ما انتم شايفين، وكل فصل لوحده، بنجيب التربة بتاعتنا. طبعا يفضل استخدام تربة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات بتاعنا، وده هيكون خليط تربة طينية هو زي ما انتم شايفين. طبعا لازم نرطب التربة بتاعتنا الاول، ان بالطريقة دي زي ما انتم شايفين مش هينفع وهتأثر على التوم بتاعنا. حطينا المية اهو في التربة وجهزناها. بعد كده بنحط التوم اللي احنا جزرناه. طبعا مش ما ننزلوش كله برضه عشان ما يحصلش عفونة للنموات الخضرية اللي طلعت جديد. زي ما انتم شايفين جزء يعتبر نص فص التوم فقط، او بننزل الجذور كمان فقط، وبالتالي زرعناه زي ما انتم شايفين. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله تابعونا في فيديوهات جاية كتير. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.